السلام عليكم، حلقة جديدة وصورة جديدة من أساطير ياسين. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك وفعل الجرس واشترك بالقناة. يلا بينا. أسطورتنا اليوم هو من أكثر اللاعبين مهارة في الكرة المصرية، يمتاز بتسديداته القوية، يعتبره جمهور نادي الزمالك وهو أسطورة نادي الزمالك. الفهد الأسود هو الأباتشي، هو شيكابالا. ورا شيكابالا وهوبا والهدف. الله 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 يا شيكابالا، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. ولد محمود عبد الرازق الشهير بشيكابالا في 5 مارس عام 1986 في مركز إدفو محافظة أسوان. بدأ شيكابالا مسيرته مع كرة القدم مع ناشئين نادي أسوان، حتى انتقل لاختبارات نادي الزمالك وانضم لنادي الزمالك عام 1996 وكان عمره وقتها 10 سنوات. وانضم شيكابالا لناشئين نادي الزمالك وتدرج في فرق الناشئين حتى صعد للفريق الأول عام 2002 وكان عمره وقتها 15 عام و8 شهور. وشارك شيكابالا مع الفريق الأول في 16 مباراة وسجل 3 أهداف حتى جاء موسم 2005-2006 واحترف شيكابالا في نادي باوك اليوناني. واعلن شيكابالا عن موهبته مع نادي باوك اليوناني واصبح معشوق الجماهير. وصفته الصحافه اليونانيه بريفاردو اليوناني لمهاراته العاليه بقدمه اليسرى التي تشبه مهاره النجم البرازيلي ريفالدو. وازدادت شعبيه شيكابالا في اليونان. وبعد تألق شيكابالا مع باوك اليوناني جاءت له عروض كثير من فرق اوروبيه وكان قريب جدا للانتقال لنادي ايندهوفن الهولندي، لولا مشكلة التجنيد التي أجبرته إلى العودة لمصر وارتداء تيشيرت نادي الزمالك مرة أخرى بعدما شارك مع باوك اليوناني في 23 مباراة وسجل 5 أهداف. وبدأ شيكابالا رحلة تألق مع نادي الزمالك من جديد واستمر مع نادي الزمالك حتى عام 2012 حتى تولى الأسطورة المعلم الكابتن حسن شحاتة تدريب نادي الزمالك. ولم تكن علاقة شيكابالا مع الكابتن حسن جيدة بسبب عدم اعتماد حسن شحاتة على شيكابالا في فترة توليه تدريب منتخب مصر من 2006 حتى 2010. ولم يكن شيكابالا اساسي مع الكابتن حسن شحاتة مع المنتخب حتى جاءت مباراة نادي الزمالك مع نادي المغرب الفاسي في بطولة دوري ابطال افريقيا، المباراة التي بدأها شيكابالا. ولكن في الشوط الثاني قرر المعلم حسن شحاتة تبديل شيكابالا واعترض شيكابالا على شحاتة اثناء تغييره وظل اعتراض شيكابالا حتى خرج من ارض الملعب. وبعدها قررت ادارة نادي الزمالك اعارة شيكابالا الى نادي الوصل الاماراتي. وفي نادي الوصل تألق شيكابالا بشكل كبير ونال إشادة كبيرة من مدربه الفرنسي الشهير بورينو ميتسو. وشارك الأباتشي مع نادي الوصل الإماراتي في 13 مباراة وسجل 7 أهداف. وبعد انتهاء إعارة شيكابالا مع نادي الوصل الإماراتي عاد شيكابالا إلى نادي الزمالك مرة أخرى واستمر معهم حتى عام 2014. وفي عام 2014 انضم شيكابالا إلى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة قدرها 700 ألف دولار. ولم يكن هذا الانتقال ناجح فلم يشارك شيكابالا مع نادي سبورتنج لشبونه غير مباراة واحدة أمام نادي الاتحاد السكندري في مئوية نادي الاتحاد، ولم يشارك في أي مباراة قبلها أو بعدها. وعاد شيكابالا إلى نادي الزمالك مرة أخرى عام 2015 وحدثت مشكلة بينه وبين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور خرج بسببها إعارة إلى نادي الإسماعيلي بناء على طلب المدير الفني لنادي الإسماعيلي وقتها أحمد حسام ميدو. وشارك شيكابالا مع نادي الإسماعيلي في 8 مباريات وسجل هدفين. وبعد انتهاء إعارة شيكابالا مع نادي الإسماعيلي ذهب شيكابالا إعارة إلى نادي الرائد السعودي موسم 2017-2018 وتألق شيكابالا مع الرائد السعودي وشارك في 21 مباراة وسجل 10 أهداف. بعد انتهاء إعارة شيكابالا مع الرائد السعودي طلبت إدارة نادي الرائد السعودي شراء شيكابالا بشكل نهائي بعد التألق اللافت مع الفريق، ولكن رفض شيكابالا عرض الرائد السعودي وانتقل إلى الدوري اليوناني. ولعب شيكابالا لفريق أبولون اليوناني وشارك معهم في 10 مباريات وسجل هدف واحد. ثم عاد شيكابالا إلى نادي الزمالك مرة أخرى عام 2019. فاز شيكابالا مع نادي الزمالك بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر المصري مرة وكأس السوبر الإفريقي مرة. وشارك شيكابالا في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020 أمام النادي الأهلي المصري. سجل شيكابالا هدف عالمي في مرمى النادي الأهلي، ولكن هدف شيكابالا لم يشفع لنادي الزمالك بالفوز بالبطولة والتي فاز بها النادي الأهلي بنتيجة 2-1. وفي السنوات الأخيرة لشيكابالا مع نادي الزمالك قلت مشاركته بشكل كبير، ولكنه ما زال موجود داخل الزمالك واصبح كابتن للفريق. وعن بطولات شيكابالا خلال مسيرته مع نادي الزمالك فقد فاز بالدوري المصري 4 مرات وكأس مصر 6 مرات وكأس السوبر المصري مرتين وكأس السوبر الافريقي مرة واحدة والبطولة العربية عام 2003 مرة واحدة. وما زالت لشيكابالا فرصة لزيادة ألقابه مع نادي الزمالك. وعن مشاركات شيكابالا مع المنتخب المصري فقد شارك شيكابالا في 30 مباراة دولية وأحرز هدفين. وفاز مع المنتخب مصر العسكري عام 2007 ببطولة كأس العالم العسكرية، وفاز أيضا مع المنتخب المصري الأول عام 2010 ببطولة الأمم الأفريقية في غانا. إلى هنا تنتهي قصتنا مع الأباتشي محمود عبد الرازق شيكابالا. انتظرونا في حلقة جديدة وأسطورة جديدة من أساطير ياسين. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك وفعل الجرس واشترك بالقناة. السلام عليكم.